أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين. حلقة رقم 29 من قصة الوحوش، يعني الحلقة اللي قبل الأخيرة من قصة الوحوش. أيوة، دي الحلقة قبل الأخيرة من قصة الوحوش، والحلقة اللي قبل الأخيرة من قصة الوحوش هي والحلقة الأخيرة طوال جدا، فمحدش يقول لي هو التأليف كتير ليه، لأن هما فعلا الحلقتين دول طوال قوي وأحداثهم كتيرة جدا عكس بقية الحلقات اللي فاتت. أما بقى يا أعزائي المتابعين، فأحداث الحلقة بتدور في إن يعني مستر توني عمل العزاء بعد وفاة عمه مستر كوانسي، لأن هو مستر كوانسي كان عم مستر توني وللأسف مات. فمستر توني طبعا كان زعلان لأن عمه اتقتل على ايد الوحش المرعب اللي قتل جدته كمان. وطبعا يعني ما بقاش مستر توني بيفكر غير في انه يموت عشان يعني وحشه عمه مستر كوانسي. اما احداث بقى تنتقل لاخونا مستر جولي اللي كنا بنتكلم عنه في اوائل حلقات قصة الوحوش. فهو فتح محل في امريكا عشان يبيع بطيخ، وهو بعد ما خسر عيلته والوحش كل عياله ومراته ودمر نفسيا، وكان دخل مستشفى كبيرة عشان يتعالج من إصاباته. خرج أخيرا بعد سنتين وفتح محل عشان يبيع بطيخ. أما مستر توني طبعا ظل في ظروف حزن على عمه كوانسي. أما فيما بعد، وده اللي بقى بينقلنا الأحداث النهائية لقصة الوحوش، إن وكالة اسمها وكالة ناسا، وهي وكالة فضائية، والوكالة دي على فكرة موجودة على أرض الواقع، اسمها وكالة ناسا. آه ترك يعني شافوا كويكب ضخم هيصطدم قريب جدا في كوكب الأرض. الكويكب ده عمال يقرب من كوكب الأرض، وقالوا إن دي ممكن تكون نهاية العالم. أما في اللحظات الأخيرة من قبل اقتراب الكويكب ده، كان في انتشار مرعب للوحوش على كوكب الأرض. وحوش في أمريكا، وحوش في إنجلترا، وحوش في فرنسا، وفي روسيا، وفي كل دول العالم. الوحوش انتشرت بشكل كبير، والناس ما بقتش عارفة تقتل الوحوش، لأن الوحوش اتطوروا كمان وما بقوش بيتهزموا بالطلق الناري، ده بقوا كمان أقوى من كده بكتير. طبعا جولي نجا من الموت بعد ما اتدمر محله اللي كان بيبيع فيه بطيخ. للأسف كان في وحش خطير في أمريكا ظهر. الوحش ده هجم على مستر جولي ودمر محل البطيخ بتاعه. وللأسف الأحداث هنا بتتناوب ما بين جولي ومستر توني، يعني مرة ده ومرة في الأحداث بنتكلم عن التاني ده. فمستر توني بقى كان هيموت حرفيا، لأن راح مع بعض الأشخاص في مخابئ تحت الأرض علشان يختبئوا من الوحوش من الدمار الشامل.
وهم في طريقهم قابلوا وحوش كتيرة مرعبة. الوحوش دي كانت هتموتهم، وقدروا يهربوا من الوحوش دي بالعافية. وطبعا يعني دول العالم بقى كانوا بيبعتوا نداءات استغاثة لرؤساء العالم من الدمار الشامل، وإيه اللي هم هيعملوه عشان ينقذوا كوكب الأرض من الكويكب الضخم المرعب اللي هيدمر كوكب الأرض. وده هنعرفه في أحداث الحلقة 30، وهي الحلقة الأخيرة من قصة الوحوش. فهل يا ترى قصة الوحوش هتكون نهايتها سعيدة ولا هتكون نهايتها حزينة؟ ده هنقدر نعرفه بس في أحداث الحلقة 30 من قصة الوحوش. أيوة، أحداث الحلقة الأخيرة من قصة الوحوش، واللي هي هيتم إن شاء الله إصدارها تقريبا يعني يوم الاثنين، ولو ما نزلتش الاثنين هتنزل يوم التلات، ما نزلتش التلات هتنزل يوم الأربع. يعني عادي، يعني ازاي متابعين، احنا عادي مفيش مشكلة. طبعا يا أعزائي المتابعين، قناة يوتيوب وصلت معانا ل183 مشترك، وأخيرا بعد تعب سنين السنين وصلنا للرقم الجميل ده. وأنا نفسي إن احنا نوصل إن شاء الله ل1,000,000. ويعني الرقم ده يلا بقى نكمله كمان كام مشترك عشان نبقى 200، وبعد 200 نبقى 1,000,000 بإذن الله. هنبقى 1,000,000 مشترك. وما تنسوش يا أعزائي المتابعين، ده اسم قناة يوتيوب على الشاشة اهو قدامكم. مش مطلوب منكم غير انكم بس تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتتفرجوا على كل فيديوهات التأليف اللي انا عاملها. انا كمؤلف بحب الكتابة جدا، وكل اللي انا بعمله يعني فيديو زي ده كده، ان انت بتخش هنا على الديسكريبشن وبتقرأ التأليف اللي انا عامله. وفي كل فيديو نفس الكلام. يعني مثلا لو جيت فتحت الفيديو ده، مفيش فيديو انا مش منزل فيه التأليف على الديسكريبشن. كل الفيديوهات كل الفيديوهات كل الفيديوهات مكتوب أهلا فيها أعزائي. التأليف على الديسكريبشن. يعني ايه؟ آه، كل حاجة هتلاقي كل حاجة مكتوبة قدامك بالورقة والقلم. بس احنا ما بنكتبش ورقيا لان الدنيا متطورة. احنا بنكتب التأليف على الواتساب وبنصوره سكرين ريكورد، وبنقوم بعدها بإصداره في اليوتيوب بشكل علني. وده النظام يا أعزائي المتابعين. وبس كده، أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.